فنحن رحنا شفنا تعامل مختلف. كان بدهم إيانا مشان نطلع جبال، كان بدهم إيانا مشان نفجر حالنا يعني بتركيا ولا بغيرها، عمليات انغماسية هم يسمونها. إن عمليات تجنيد الأطفال التي تقوم بها قسد هي عملية واسعة النطاق ومنهجية، بمعنى أنها تشكل جرائم ضد الإنسانية. في أماكن بعيدة عن الأنظار كانت هذه المشاهد تصور في شمال شرق سوريا، كثير منها لم تظهر إلى العلن من قبل لسنوات طويلة، أخفيت عمدا. هنا معسكرات تجنيد لفصائل قوات سوريا الديمقراطية قسد، أماكن يفترض أنها للمقاتلين البالغين، لكن في داخلها أطفال أعمار بعضهم لم تتجاوز 13 عاما. لا يظهرون في المعسكرات فقط، بل أيضا في مدارس تحولت إلى مواقع تدريب وأماكن معزولة يدخلونها بثياب مدنية ويخرجون منها حاملين السلاح. هؤلاء هم المقاتلون الجدد كما تسميهم قياداتهم، لكن القانون الدولي ينظر إليهم كقُصّر جندوا قبل بلوغ السن القانونية في انتهاك صريح للمواثيق الدولية. منذ عقد ونصف بدأ تجنيد الأطفال في قوات قسد ولم يتوقف. المسؤولون عن تجنيدهم هم أنفسهم الذين أعلنوا مرارا أنهم لا يقبلون القاصرين في صفوفهم، لكن الأدلة التي نعرضها في هذا الاستقصاء كثير منها تعرض لأول مرة، تكشف جانبا آخر من القصة، تظهر فجوة واضحة بين ما تقوله قسد علنا عن عدم تجنيد القاصرين وما يجري فعليا على الأرض. حصلنا على قوائم داخلية تضم بيانات لمئات القتلى في صفوف قوات قسد. هذه القوائم لا تثبت فقط تجنيد القاصرين، بل تؤكد بالأدلة أن عمليات التجنيد بدأت منذ 2011، أي قبل سنوات حتى من التشكيل الرسمي للقوات الكردية في شمال شرق سوريا. لنعد قليلا إلى الوراء. في أواخر 2011 مع تحول الثورة السورية إلى مواجهات مسلحة، تورطت جهات كثيرة في تجنيد الأطفال. عام 2012 بدأت تتشكل رسميا قوات كردية في شمال شرق البلاد، مستفيدة من انسحاب نظام الأسد من هناك. وحدات حماية الشعب، وحدات حماية المرأة، الأسايش وغيرها. في 2015 تجمعت هذه التشكيلات وغيرها تحت راية التشكيل الجديد آنذاك قسد، تأسس بدعم أمريكي ضخم بهدف محاربة تنظيم الدولة. لكن حتى بعد هذا التاريخ ظل تجنيد الأطفال مستمرا، ينفذ بصمت كما يقتل القُصّر بصمت أيضا. قوائم القتلى التي بحوزتنا لا تشمل جميع قتلى قوات قسد، بل تركز على الفترة ما بين 2011 و2021. في هذه الفترة قتل المئات من الأطفال المجندين في قسد خلال معارك ضد تنظيم الدولة. تتبعنا كل اسم وكل نعوة للقتلى، دققنا في مواليد الأطفال المجندين وتواريخ انضمامهم إلى قسد والأعوام التي قتلوا فيها. تفحصنا آلاف الصور والفيديوهات المصورة من داخل معسكرات التجنيد، والتي سنعرض الكثير منها في الدقائق المقبلة. كانت النتيجة واضحة: قُصّر جندوا وتحولوا إلى مقاتلين
ثم قتلوا. تكشف قوائم القتلى أنه ما بين عامي 2011 و2021 قتل ما لا يقل عن 461 قاصرا في قوات قسد، لكن هذا الرقم لا يمثل العدد الكامل للأطفال المجندين، فمن جندوا ولم يقتلوا في تلك السنوات لا تظهر أسماؤهم في القوائم. أتاحت لنا البيانات الاطلاع على نماذج لتوثيق القتلى لدى قوات قسد، بعضها كتب باللغة الكردية فقط وأخرى بالعربية والكردية، بدا أن لكل طفل مقاتل اسمين، اسما حقيقيا وآخر حركيا. جهاد عطية اسمه الحركي شيرفان كوباني، أحد أصغر الذكور المجندين في قوات قسد الذين ظهروا في البيانات. ولد عام 2002 وجند في 2015. كان عمره 13 عاما فقط. حمل السلاح لأشهر قليلة ثم قتل في المعارك. وهذه زلال عثمان اسمها الحركي أكري كوباني، تجندت في قوات قسد في 13 من العمر. لم يمض عام على تجنيدها حتى قتلت. كانت الأسماء تتوالى في القوائم. مليحة شيخان جندت في 12 من عمرها. ماهر أيوب جند في 12 أيضا. مصطفى أحمد جند في 13. ثم أسماء أخرى بالمئات لأطفال جندتهم قوات قسد ثم قتلوا. تجنيد الأطفال يعني يشكل جريمة حرب، لأنه أيضا انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وأيضا انتهاك لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فهو يشكل جريمة حرب. ما لم تذكره قوات قسد عن قتلاها أنه ما بين 2011 و2021 قتل على الأقل 36 طفلا في 14 من العمر، و65 طفلا في 15، و160 طفلا في 16، وأطفال آخرون لم تتجاوز أعمارهم 11 و13. من بين الصور التي توثق تجنيد القاصرين في صفوف قسد ظهرت صور لقاصرين بعد مقتلهم، منها صورة لأحمد أحمد أو كما كان يعرف حركيا بمظلوم كوباني من مواليد 1996، جند عام 2013 وقتل في 2014. تظهر صور أخرى مقتنيات شخصية تركها القاصرون خلفهم قبل مقتلهم، صور لهم في طفولتهم المبكرة، رسائل كتبوها بأيديهم، ودفاتر تحمل أسماءهم. بعد مقتلهم يدفن القاصرون في مقابر داخل سوريا وبعضهم خارجها، لكن معظمهم دفنوا في مقبرة شهيدة دجلة في مدينة عين العرب كوباني. هناك تتراص القبور تحمل أسماء بعض من جندوا وهم في سن الطفولة. كان لافتاً في البيانات وجود قُصّر قتلوا في صفوف قسد، لكنهم ليسوا سوريين، بعضهم ينحدرون من جنسيات أجنبية. حزب العمال الكردستاني المصنف على قوائم الإرهاب كان يمد قوات قسد بالمقاتلين غير السوريين. أثناء البحث عن أسماء الأطفال القتلى وجدنا أن بعضهم نشرت نعواتهم في مواقع تابعة لقوات قسد، لكن شيئا لافتا كان يتكرر. المعلومات المنشورة عن القتلى في ظاهرها تبدو كاملة: الاسم الحقيقي والحركي، تاريخ الانضمام، وتاريخ المقتل في المعارك، لكن ثم خانة واحدة كانت غائبة باستمرار، هي تاريخ الولادة. لم يكن غيابها عرضا بل مقصودا ومتكررا، خاصة في نعوات الأطفال المقاتلين.
قارنا ما نشر علنا مع ما ورد في السجلات الداخلية. اتضح أن حذف تاريخ الميلاد يلغي أهم مقارنة يمكن أن تكشف الحقيقة: متى ولد الطفل ومتى انضم إلى قوات قسد. لو ظهرت التواريخ معا لكانت الحقيقة واضحة: هؤلاء جندوا وهم قُصّر. لكن حين يخفى تاريخ الميلاد يبدو كل شيء طبيعيا. المقاتل يبدو بالغا، أو على الأقل يترك باب الشك مفتوحا. أميرة شاهين، أو كما تعرف حركيا ببيمان كوباني، قتلت عام 2014 بعد 8 سنوات من مقتلها. نشر موقع باسم وحدات حماية المرأة الكردية نعوة لها. البيانات تضمنت كل شيء إلا تاريخ الميلاد. بحثنا في السجلات، تبين أنها ولدت عام 1997 وجندت في عام 2013. كان عمرها 16 عاما. وجدنا أيضا نعوة لأميرة بدا أنها صممت للتداول الداخلي، إذ لم نعثر على نسخة منها في الإنترنت. تضمنت النعوة تاريخ مولد القاصر الذي كان قد أخفي عمدا. تظهر أميرة في معسكر لقوات حماية الشعب الكردية، كانت تحمل السلاح وهي ما تزال قاصرا. النمط نفسه تكرر مع أسماء أخرى. مراد محمد جند بعمر 16. في البيانات المنشورة عنه على موقع وحدات حماية الشعب أخفي تاريخ مولده 1995 وتاريخ تجنيده 2011. لكن نعوة باسمه كانت موجودة في البيانات لدينا تظهر كامل معلوماته حتى تاريخ مولده. الإخفاء المتعمد لأجزاء من بيانات القتلى قاد إلى اكتشاف شيء آخر مهم: بعض القاصرين لم يتلقوا تدريبا كافيا قبل إرسالهم إلى الجبهات. في بعض الحالات تظهر السجلات أن القاصر لم يمضي سوى أسابيع قليلة بين يوم تجنيده واليوم الذي أعلن فيه مقتله. ملا خليل كان واحدا منهم. ولد عام 1999 وجند في 15 فقط. انضم لقوات قسد يوم 25 من أغسطس 2014 وقتل في 30 من سبتمبر 2014، أي بعد 37 يوما فقط من تجنيده. في النعوة المنشورة عنه في مواقع مرتبطة بقوات قسد غاب تاريخ ميلاده وكذلك تاريخ تجنيده. أخفيت كل معلومة تكشف كم كان انتقاله سريعا من المعسكر إلى الجبهات ثم إلى القبر. لم يكن ذلك مقتصرا على الذكور فقط. رحيمة ولي ولدت عام 1998 وجندت في عمر 16. تظهر في أحد المعسكرات محاطة بالمقاتلين. جندت في 25 من مارس عام 2014 وقتلت في المعارك يوم 16 من سبتمبر عام 2014، أشهر معدودة فقط بين انضمامها ومقتلها. لا يتم تجنيد الأطفال في صفوف قوات قسد بطريقة عشوائية، بل من خلال عملية ممنهجة تقودها بشكل رئيسي حركة تسمى الشبيبة الثورية. ظهرت بين 2011 و2012، تعمل في مناطق الإدارة الذاتية وتتبنى أفكار حزب العمال الكردستاني. ظاهرياً تبدو وكأنها تعمل بشكل مستقل، لكنها عملياً تتحرك داخل مناطق نفوذ قسد بعلمهم وتحت أعينهم، بل تمدهم بالمجندين القاصرين.
أحد الذين جندتهم الحركة وافق على الحديث معنا. محمد اسم مستعار اختاره الشاب الذي جند في قسد وهو قاصر قبل أن يهرب منها. طلب إخفاء هويته خوفا على عائلته. ينحدر محمد من الرقة، كان عمره 16 عاما عندما وجد نفسه يقاتل تحت راية قسد. بعام 2023 قسد كانت تنظم فعاليات بمركز اسمه الشبيبة الثورية تابع الحزب البككي. هذا المركز كان ينظم فعاليات، دورات إعلام، دورات تمريض. نحن يعني كشباب نطمح إنه نصير إعلاميين أو ممرضين أو أي شيء. تمام، حبينا هاي الفعاليات. شاركنا كذا مرة، صاروا يستدعونا يعطونا دروس سياسية. طبعا احنا كان يعني بعمرنا، مثلا انا كان عمري 16 سنة، ما كنت افهم انه ليش هاي دروس ومشان شو. بلشوا يقنعون بينا انه الحزب هذا حزب ماشي على نظام لا رأسمالية، ما بعرف شو. بلشوا يقنعون. احنا هنا وافقنا انه ننضم للحزب. انضمينا. استدعونا الساعة 12 بالليل، انضمينا واخذونا. تتحدث منظمات حقوقية بينها الشبكة السورية لحقوق الإنسان Human Rights Watch عن دور الشبيبة الثورية في تجنيد أطفال لم تتجاوز أعمارهم 12 عاما. حتى أمريكا الداعم الأكبر لقسد أقرت بدور الشبيبة الثورية في التجنيد. قالت إن بعضهم نقل لتلقي تدريبات في جبال قنديل بالعراق. تعمل الحركة بأساليب متعددة، تبدأ من الاستمالة عبر الأنشطة وتصل أحيانا إلى الإكراه والخطف. تستهدف الأطفال في الأماكن العامة، عند المدارس وحتى في المنازل. هو كان يستهدف الفئة الشابة يعني من المجتمع دائما، يعني وين في ملعب، وين في يروحون عليه، يشوفون مين اللي يحسنون يقنعونه، مين يحسنون يعني يجندونه، يظلوا يناقشون معه. تؤكد شهادات أهال كثيرين أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أداة رئيسية لتجنيد أطفالهم. وفي حالات أخرى استقطبت قوات الأسايش الكردية ووحدات حماية الشعب الأطفال في مخيمات النزوح. أما بعض الفتيات القاصرات فوجدنا في الانضمام إلى قسد مخرجا من عنف أسري أو وسيلة للهروب من زواج مبكر. تجنيد الأطفال يتضمن عضويا انتهاكات أخرى، من ضمنها التعذيب والإخفاء القسري، لأنه قسم كبير من هؤلاء الأطفال تم خطفهم ولم يتم تجنيدهم بطرق موافقة. وحتى الموافقة هي تتم عن طريق الاستدراج، بمعنى أنه نعطيك مقابل للطفل أو إغراءه وتشجيعه. بعد استدراجهم يعزل القاصرون تماما عن عائلاتهم. تحاول الأسر السؤال عن أبنائها وتراجع الجهات التابعة لقوات قسد، لكن محاولاتهم تنتهي بالفشل. من هنا تبدأ المرحلة التالية من التجنيد، الزج بالقصر في معسكرات مغلقة للتلقين والتدريب. الصور والفيديوهات التي حصلنا عليها تكشف جانبا مخفيا من المعسكرات. أطفال يجلسون في حلقات تلقين أيديولوجي بدأ تأثرهم بأفكار زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان واضحا تماما. في رسالة كتبتها عزيزة حسي التي جندت بعمر 17 تظهر عبارات منسوبة لأوجلان، وكتبت في بدايتها: من أقوال القائد. هنا تظهر عزيزة برفقة مقاتلات داخل معسكر لقوات قسد، وهنا تشيع عائلتها جثمانها بعد مقتلها في عام 2014. إلى جانب التلقين الفكري يخضع الأطفال المجندون في صفوف قسد لتدريبات قاسية. محمد كان واحدا منهم، عايش قسوة التدريبات من قرب. كانت من بين الأسباب التي دفعته للخروج من قوات قسد. كان بدهم إيانا مشان نطلع جبال، كان بدهم إيانا مشان نفجر حالنا يعني بتركيا ولا بغيرها، عمليات انغماسية هم يسمونها. تمام. تدريبهم كان صعب جدا على موجب أعمارنا. احنا ما استحملنا هذا الشيء، فأنا قررت إني أطلع من الحزب مرتين ثلاث. يعني قلت لهم إنه أنا بدي أبطل، ما وافقوا. آخر شيء هددوني بالسجن. تزامن إنجاز هذه المقابلة مع محمد مع اندلاع مواجهات في حي الشيخ مقصود بحلب بين الجيش السوري وقوات تابعة لقسد بداية يناير 2026. خلال المواجهات فجر مقاتلون تابعون لقسد أنفسهم. لاحقا
أقر قادتهم بأن عددهم 5 ونشروا صورهم أيضا. بعد انتهاء التدريب يوزع القاصرون المجندون في قسد على 3 تشكيلات رئيسية: وحدات حماية الشعب، وحدات حماية المرأة، قوات الأمن الداخلي الأسايش. هنا تبدأ المرحلة الأخيرة، الانتقال إلى جبهات القتال. بعضهم قتل وآخرون متمسكون بالسلاح حتى هذه اللحظة، وآخرون كحال محمد نجح في الهروب. أول شيء كانت مناوبتي ليلية، أنا كان حرسنا ذاتي، يعني نحن نحرس بعض. تمام، كانت المناوبة ليلية الساعة 2 بالليل 3. طلعت على مكاني على الجبل مشان القنص، نحرس على القناص. القناص كان حراري ليلي، أنا طفيت الحراري، تمام، فصلته عن القناص، وبعدين نزلت وقفت القبضات وكملت هروب. باشا ظليت أركض 20 كيلومتر، يعني أركض واستريح أركض واستريح تقريبا شي 3 ساعات. وصلت الحسكة، من الحسكة وصلت مع أهلي من بيت مدنية، فت عليهم وجوا أهلي أخذوني. ظليت بالطبقة 3 أيام، ضبطت أموري وبعدين طلعت على حلب تهريب من عند الكراد. تكشف بيانات القتلى أن قادة قوات قسد يتعاملون مع قضية تجنيد القاصرين باتجاهين متناقضين: في العلن تعهدات متكررة بعدم تجنيد الأطفال، وفي السر تجنيد مستمر لم يتوقف. في عام 2013 بدأت الاتهامات بتجنيد القاصرين تتزايد. في محاولة لاحتواء الضغوط أصدر قائد وحدات حماية الشعب الكردية أمراً بحظر تجنيد الأطفال، ثم أعلنت القوات نفسها أنها سرحت فعلياً مقاتلين قُصّر. مع تشكيل قسد رسمياً عام 2015 استمر نفي القادة لتجنيد القاصرين، وأمام العالم كرر قادة قسد أنهم لا يقبلون أي مجند دون 18. هذا التعهد لم يكن شفهياً فحسب، بل مكتوب في استمارات الانضمام إلى صفوفها، والتي حصلنا على نسخ منها. لكن عند فحص الوثائق تظهر صورة مختلفة. هذا المقاتل عامر التايه في استمارة انضمامه لقوات قسد كتب أنه من مواليد عام 2002، وفي خانة تاريخ التجنيد كتب 2018. وفقا لهذه البيانات تجند في قوات قسد وهو في عمر 16. يخالف هذا أول بند مكتوب في الاستمارة: ألا يقل عمر المقاتل عن 18 عاما. قتل عامر في المعارك وهو في 17. أظهرت استمارات أخرى لمقاتلين انضموا إلى قسد حدوث تلاعب في تسجيل تاريخ الانضمام. رعد الحمود في استمارة تجنيده كتب أنه من مواليد عام 1999 وتجند عام 2017، لكن في نعوة تحمل اسم المقاتل نفسه معدة للتداول الداخلي يظهر تاريخ مختلف للانضمام: 2015. ما الذي يعنيه ذلك؟ رعد الحمود التحق بقسد وهو في 16 لا في 18. فما الذي حدث إذن؟ يجند القاصرون فعليا في سن مبكرة، ثم يسجل رسميا على الورق بعد بلوغه السن القانونية. بهذه الطريقة تبدو قسد ملتزمة بتعهداتها وتبدو السجلات نظيفة. بالعودة مرة أخرى إلى قوائم القتلى الخاصة بقسد يظهر من جديد التناقض بين تعهدات قسد وما يجري في الواقع. في 2013 وحده تظهر البيانات بالأسماء والصور والنعوات تجنيد ما لا يقل عن 98 طفلا على الأقل، جميعهم قتلوا لاحقا في المعارك. في 2014 مع تصاعد الضغوط لإيقاف تجنيد القاصرين وقعت وحدات حماية الشعب صك التزام من منظمة نداء جنيف تعهد بتسريح جميع المقاتلين القاصرين، لكن في العام نفسه جند 95 طفلا على الأقل، وثقت النعوات مقتلهم. حتى عندما تشكلت قسد رسميا في 2015 استمرت عمليات التجنيد. بيانات القتلى تثبت بالأدلة أن 181 قاصرا على الأقل قتلوا في صفوف قسد
بعدما انضموا إليها بين 2015 و2019. كان من بينهم أزاد حمي الذي جندته قوات قسد وهو في عمر 17. في العام 2016 انخفض معدل التجنيد قليلا، ثم ارتفع في السنوات اللاحقة أثناء قتال تنظيم الدولة. بحلول نهاية 2017 تحققت الأمم المتحدة من تجنيد ما لا يقل عن 224 طفلا في قوات قسد في ذلك العام. كان الرقم أعلى ب5 أضعاف من عدد المجندين عام 2016. وفي 2018 عادت قسد مجددا إلى مسار الوعود، أصدرت بيانات تؤكد التزامها بوقف تجنيد القاصرين. ثم في يونيو 2019 وقعت قسد على خطة عمل مع الأمم المتحدة لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال، لكن على الواقع كان التجنيد مستمرا. القصة لم تنتهي هنا. في 2022 عاد التجنيد بوتيرة أعلى، وثقت الأمم المتحدة 637 حالة تجنيد لقاصرين. استمر التجنيد خلال 2023 و2024، بل حتى بعد سقوط نظام بشار الأسد. قوات سوريا الديمقراطية بعد سقوط الأسدية هي لم تتوقف عن عمليات تجنيد الأطفال، مما يعني أن لديها نية مبيتة في مواجهة الحكومة السورية الجديدة عبر أطفال مجندين في صفوفها. جرت عمليات التجنيد هذه طوال عقد ونصف بعلم من أمريكا. واجهت واشنطن انتقادات متكررة من منظمات حقوقية بسبب دعمها لجهة عسكرية تجند الأطفال. أقرت أمريكا نفسها بتجنيد أطراف مرتبطة بقسد للأطفال، لكن واشنطن تستغل ثغرة قانونية تسمح لها بمواصلة الدعم رغم ذلك. يمنع القانون الأمريكي تقديم مساعدات عسكرية لأي دولة تجند الأطفال، لكن قسد ليست دولة، ولهذا لا تطبق العقوبات عليها مباشرة. تقارير الأمين العام للأمم المتحدة عن الطفولة كانت تأتي قسد في عمليات تجنيد الأطفال أسوأ طرف أو ثاني أسوأ طرف، يعني تتنافس في كل السنوات تقريبا، يعني هي من أسوأ الأطراف بتجنيد الأطفال يعني. وكذلك لجنة التحقيق الدولية أيضا يعني تحدثت طويلا عن هذا الموضوع، ويعني هي وقعت قسد اتفاقيات شكلية أنه لن تجند أطفال وما إلى ذلك، ولكن ممارساتها على أرض الواقع منتفية تماما. على الرغم من التعهدات والتوقيع على الالتزامات، لا تقدم قوات قسد حتى اليوم آلية مستقلة يمكن من خلالها التحقق من وقف تجنيد القاصرين. البيانات التي حصلنا عليها والأسماء التي راجعناها تشير إلى نمط طويل الأمد من التجنيد المنظم للقاصرين. لم يكن مجرد حالات فردية، بل ممارسة استمرت لسنوات وتكيفت مع الضغوط والتغيرات. ولا تزال المنصات الإعلامية المرتبطة بقوات قسد تنشر صور قتلى، بيانات بعضهم ناقصة، لكن صورهم توحي بصغر أعمارهم. في خلفية كل ذلك هناك عائلات لا تزال تجهل مصير أبنائها، ولا تملك سوى روايات متضاربة عنهم.